في الديربي المغاربي يكون سلام الجارين حتميا. النادي الصفاقسي التونسي جمع في بيت النادي القسنطيني الجزائري رغبة عدم الوقوع في الهزيمة الخامسة تواليا، فيما ثقل المواجهة يشعر به حماة المرمى أكثر من غيرهم من اللاعبين. الفريق الجزائري ضغط منذ الوهلة الأولى وتسديدة محمد بن شعير تمر بعيدا عن المرمى. النادي القسنطيني عرف طريق الصفاقسيين وأمويلي لم يضبط مقاييسه جيدا مضيعا على فريقه هدف الصبر. المحاولات توالت على التونسيين وتسديدة القائد إبراهيم ديب لم تجد المكان المرغوب لها. تحركت خطوط النادي الصفاقسي لتصل إلى الربع الأخير لمنطقة الجزائريين، لكن كرة محمد ضاوي الثابتة لم تكن لتغير ملامح الحوار. الملامح بعدها تغيرت كليا لمصلحة أهل الدار عندما بدل زكريا بن شاعة العداد من 0 إلى 1. النادي التونسي أراد استعادة الأمور لكن بلا طائل لتتعقد مأمورية مدربه الجديد لسعد الدريدي. الملامح ظلت على حالها في الصفحة الثانية، وتساؤلات وجدت مكانا لها في مفكرة لسعد الدريدي في مباراته الأولى. النادي القسنطيني أضاف أسئلة أخرى للسعد الدريدي عندما عرى دفاع التونسيين مدونا الهدف الثاني ومشعلا نيران الفرحة في المدرجات الجزائرية دائما عبر اللاعب زكريا بن شاعة. الضغط تواصل على التونسيين وكادت إحدى المحاولات أن ترفع الغلة إلى 3 أهداف. النادي الصفاقسي أراد استعادة بعض من كبريائه لكنه لم ينجح في ذلك، والأمر من ذلك أن شباكه تلقت الهدف الثالث بإمضاء من اللاعب منذر طمين في الأنفاس الأخيرة. ثلاثية قسنطينية ختمت الديربي المغاربي بختم النار والحديد مكتوب عليه متصدر لمجموعته وعابر إلى بساط ربع النهائي. أولا هنيئا للنادي الرياضي القسنطيني بهذا التأهل، هنيئا لكل اللاعبين وكل المناصرين اليوم اللي حضروا رغم الأحوال الجوية الممكن سيئة اليوم. في الأخير كما توقعنا سيناريو اللي توقعناه أنه النادي الرياضي الصفاقسي يحاول يكون عنده ردة فعل في هذه المباراة. مأمورية لم تكن سهلة في بداية المباراة، لكن بعد تسجيلنا الهدف نظن يعني أصبحت نقدر نقول المهمة أكثر سهولة وأكثر تسيير، يعني خاصة في تسيير المباراة. الشوط الثاني كما لاحظت ولو أنه تركنا نوعا ما النادي الرياضي الصفاقسي يمتلك الكرة، لكن احنا حاولنا ببعض المرتدات والهجمات المعاكسة قدرنا أن نضاعف النتيجة.